أهلا بيكم طلبة سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض حل امتحان محافظة المنيا دراسات ترم تاني عام 2023. الامتحان طبعا كان مكون من ورقتين. أول ورقة فيها جغرافيا والتانية تاريخ، بس أنا هنا مقسمهم على 4 ورقات. أول سؤال في الجغرافيا اللي هو سؤال الخريطة، بيقول أمامك خريطة لدولة ألمانيا، اكتب مدلول الأرقام الموقعة على الخريطة. طيب احنا كده ممكن نبص على الخريطة ونشوف. أول حاجة بيقول لنا مسطح مائي. المسطح المائي اللي هنا ده اسمه البحر البلطي. رقم 2 دولة، دي هتبقى النرويج. 3 العاصمة السياسية للدولة هي مدينة برلين. 4 جبال، طبعا هي مفيش غيرها، هي جبال الألب. بعد كده يا جماعة السؤال الأول اللي هو رقم ب، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. تنتشر الزراعة البسيطة في المناطق، طبعا الحر. 2 أولى الدول العربية المنتجة للطاقة الكهربائية من الرياح هي مصر. بعد كده من المراكز الصناعية الحديثة في جنوب شرق آسيا هتكون ماليزيا. 4 يسود معظم دول نيجيريا المناخ، طبعا المداري الحار. بعد كده سؤال جيم، بيقول لنا هنا عرف المصطلحات الجغرافية. المصطلحات الآتية الجغرافية. أول حاجة عندنا هنا بيقول لنا حيوان المرعى. حيوان المرعى هي الحيوانات التي تربى في نطاق الرعي التجاري، ويربى كل حيوان منها في مزارع خاصة بها دون الاختلاط بغيره من الحيوانات الأخرى، بهدف الإنتاج التجاري الضخم من اللحوم والألبان والجلود والصوف. ده حيوان المرعى. بعد كده بيقول لنا البوكسايت. البوكسايت طبعا هو الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم. بعد كده السؤال التاني بيقول لنا هنا ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارات صحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات غير صحيحة. 1 تتصدر مصر والسودان الإنتاج العالمي من القطن. الإجابة غلط، تمام، هي الصين. بعد كده 2 تسهم نيجيريا بشكل غير مباشر في تقدم الصناعة في مصر. الإجابة صح، لأن مصر بتصدر لها الصناعات، فطبعا لما بتصدر لها الصناعات هناك بتشتهر الصناعة المصرية في دولة نيجيريا، فبالتالي بتؤدي إلى تقدم الصناعة. 3 يعد الغاز الطبيعي مصدر أساسيا في إنتاج الطاقة الكهرومائية. الإجابة غلط، لأن مصدر الطاقة اللي بيطلع من الغاز الطبيعي هي الكهرباء الحرارية مش الماء. 4 يأتي نصف الإنتاج السمكي في العالم من المياه المالحة. الإجابة صح، اللي هي البحار والمحيطات. بعد كده السؤال ب، بيقول بما تفسر تجود زراعة قصب السكر في البرازيل. هقول له لتوافر الظروف الملائمة لزراعته، حيث الحرارة المرتفعة والمياه الوفيرة، تمام، في البرازيل. السؤال ب بيقول لنا هنا 2 في بما تفسر تعتبر أستراليا أولى دول العالم في إنتاج الصوف. أقول له بسبب وجود أغنام المارينو الشهيرة بأصوافها ذات الصوف الغزير. رقم 3 انقماش مساحة الحشائش بالسهول الساحلية في ألمانيا. هقول له بسبب إزالة الحشائش وإحلال الزراعة محلها والتوسع العمراني عليها. بعد كده السؤال 4 يعد البترول أهم مصادر الطاقة. هقول له ألف، لأنه يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية. رقم ب، يشكل مع الغاز الطبيعي نحو 55% من الطاقة المستخدمة في العالم. بعد كده السؤال ما العلاقة بين النشاط الزراعي والنشاط الصناعي. هقول له يوفر النشاط الزراعي العديد من المواد الخام الزراعية والحيوانية اللازمة للصناعة، كما يوفر النشاط الصناعي العديد من المنتجات اللازمة للصناعة مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية. بعد كده ما العلاقة بين مصر وألمانيا اقتصادية. هقول هناك علاقة اقتصادية بين مصر وألمانيا، حيث تصدر مصر إلى ألمانيا الملابس والغاز الطبيعي والبترول، بينما تستورد مصر من ألمانيا
السيارات والآلات والمواد الكيماوية. بعد كده ثانيا تاريخ، بيقول لنا هنا أول سؤال: أكمل العبارة الآتية. هنا بيقول: واحد، تنازل الملك عن العرش لابنه الصغير. طبعا هنا قاصد بالملك فاروق. تنازل الملك عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني وغادر البلاد مساء 26 يونيو 1952. اتنين، بيقول أثناء حرب هو المفروض هو مكتوب غلط هنا، المفروض حرب الاستنزاف، قدم وزير الخارجية الأمريكي مبادرة لوقف إطلاق النار. طبعا وزير الخارجية هنا اسمه روجرز. بعد كده تلاتة، ما هدد الضربة الجوية التي قام بها سلاح الطيران بقيادة لنصر أكتوبر 1973. طبعا اللي كان قائد الطيران في الوقت ده اسمه محمد حسني مبارك. أربعة، تم تشكيل لجنة الوفد المركزية للسيدات 1920 وانتخبت طبعا هدى الشعراوي. بعد كده السؤال ب بيقول: ما النتائج المترتبة على واحد، نجاح ثورة 23 يوليو 1952 على الصناعة المصرية؟ هقول له: أدى ذلك إلى اهتمام حكومة الثورة ألف، إنشاء العديد من المصانع مثل مصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الأسمدة في أسوان. رقم ب، الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. رقم ج، البحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معابل لتقرير البترول. بيقول هنا السؤال الثاني: ما النتائج فشل العدوان الثلاثي على مصر 1956؟ النتائج اللي ترتبت عليها: ألف، انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد في 23 ديسمبر 1956. رقم ب، انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وسيناء أوائل عام 1957. رقم ج، وضع قوات طوارئ دولية بين مصر وإسرائيل منذ عام 1957. رقم د، قيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في المنطقة. بعد كده ما النتائج في السؤال الثالث: معاهدة السلام 1979. هقول له: ترتب على ذلك رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء في 25 إبريل 1982 بعد استعادتها من الاحتلال الإسرائيلي ما عدا منطقة طابة الواقعة على رأس خليج العقبة. بعد كده ما النتائج: صدور دستور 1923 بالنسبة للحياة السياسية. أقول له: ترتب على ذلك تضمن حرية تكوين الأحزاب السياسية وإنشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية والتي تكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. السؤال ج بيقول: لمن تنسب الأعمال تولى القيادة الموحدة للقوات المصرية والسورية في حرب أكتوبر 1973 وحصل على وسام نجمة سيناء؟ طبعا ده المشير أحمد إسماعيل. السؤال الثاني: أنشأ عدة مجالس استشارية لا سلطة لها مثل مجلس المشورة والمجلس العالي، ده محمد علي. السؤال الرابع أول سؤال فيه بيقول: صوب ما تحته خط. أصبحت القاهرة بأكملها تحت سيطرة قوات الثورة بقيادة في صباح 23 يوليو 1952، طبعا بقيادة محمد نجيب. استجاب الخديوي لدعوة رفاعة الطهطاوي وأنشأ أول مدرسة لتعليم البنات عام 1873 واسمها المدرسة الصينية. طبعا ده الخديوي إسماعيل. دعا الرئيس الأمريكي كارتر كل من السادات وبيجن إلى اجتماعات كامب ديفيد 1978. أربعة، قامت إسرائيل بمساعدة ودعم من في الإعداد والتهيئة لعدوان 5 يوليو 1967. طبعا ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية. بعد كده السؤال ب بيقول هنا: أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة مما يأتي. طمع الغزاة في فلسطين على مر العصور. هقول له: حيث أدى موقع فلسطين الجغرافي المتميز إلى طمع الغزاة وتمثل ذلك في قيام دول الحلفاء بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني وتنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. بعد كده السؤال الثاني في أيد بالأدلة: يعد الجيش المصري هو الضامن لثورة 25 يناير 2011.
هقول له حيث أثبتت الأحداث أن أحداث الثورة أن الجيش قوة مساندة للشعب، ولم يكن أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. بعد كده السؤال 3: تأثر الاقتصاد المصري بالحرب العالمية الثانية. هقول له حيث جعلت معاهدة 1936 مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري وزيادة معاناة الشعب المصري. السؤال الرابع في أيد بالأدلة: ظهرت براعة الجيش المصري عقب هزيمة 5 يوليو 1967 فيما يسمى بمرحلة الصمود والتصدي. هقول له رقم ألف: معركة رأس العش، وفيها نجحت القوات المصرية في هزيمة القوات الإسرائيلية عندما حاولت الاستيلاء على مدينة بورسعيد. 2: تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات بصواريخ القوات البحرية في أكتوبر 1967. بعد كده ماذا يحدث إذا لم تقم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973؟ هقول له لم تحدث ثغرة في منطقة الدفرسوار، وربما تمكن القوات المصرية من القضاء على القوات الإسرائيلية بالكامل. تمام. بعد كده آه كانت منظمة المجتمع المدني عناصر غير فعالة في تقديم الخدمات الاجتماعية وعدم تقديم برامج التنمية كمكمل للعمل الحكومي. لو المنظمات دي ما عملتش كده، هقول لم تقوم بدورها في تثقيف المواطنين وتعريفهم بحقوقهم السياسية وتعريفهم بعلاقاتهم بالدولة. لم تقم بدورها في نبذ العنف وتحقيق الوحدة الوطنية. لم تقم بدورها في دعم السياسة العامة للدولة ومواقفها من القضايا الدولية. وبكده يا جماعة يكون حلينا مع بعض حل امتحان محافظة المنيا. لو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تكتبوا لي في التعليق. بالتوفيق للجميع، ويا رب كل الطلبة تنجح وتجيب مجموع كويس إن شاء الله.